بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. وكل لبنان أحبها إلى أن وقعت الواقعة. حتى فيروز تحولت إلى مادة انقسام في لبنان. جواب واحد في مقابلة لنجلها زياد الرحباني مع موقع إلكتروني مقرب من حزب الله قلب الموازين عندما كشف أن فيروز تحب السيد حسن نصر الله كثيرا. زياد أكد أنها ستعتب عليه لكشفه بعض الأمور الخاصة بها. الأكيد أن جمهورا واسعا عتب على فيروز بسبب هذه التصريحات، فاشتعلت المواقع الإلكترونية وانبرت الأقلام الصحفية بين مدافع ومعاتب. فيروز باتت تصنف سياسيا وعلى غير لسانها في أحلك أيام الانقسام في لبنان. هي التي نجحت طوال سنوات الحرب الأهلية أن تبقى على صورتها مترفعة عن أي موقف حزبي أو طائفي. هنا في لندن عام 86 فيروز تغني لبنان رغم الحرب. I can't leave because I love my country so much. هذا الشارع يبدو وكأنه هارب من إحدى أغنيات أو مسرحيات فيروز. الشارع القديم، البيت العتيق والشجر. ثم السيدة فيروز التي بالنسبة لكثيرين في لبنان تعتبر مع الرحابنة رمزاً من رموز الهوية اللبنانية. هذه هي الصورة التي تأتي اليوم في صلب نقاش بين فريقين يريد كل منهما أن يختزل حتى فيروز. كل اللبنانيين بيتماهوا مع فيروز، بيعتبروها مثل الأرزة، مثل العلم، مثل كل رمز لهويتهم ورمز لوحدتهم، انه كل شيء انقسم بلبنان بالحرب الا فيروز. وبالتالي طبيعي بمحل ما نكون في هذا الصراع على امتلاك الرمز. كل فئه، كل جهه، كل اتجاه بده يمتلك الرمز. لحد هلا شيء طبيعي. وين بتصير المشكله بلبنان؟ بتصير المشكله لما اذا بدك ما بنعرف، يعني ما بنتصور انه في اختلاف، ما بنتصور انه الاخر حر، ما بنتصور انه الفنان مواطن. كل هذا وفيروز نفسها الصامت الأكبر. كثيرون يتكهنون بما تفكر به، علها تقول: أو ربما كارين طرباي، BBC، بيروت.